بقلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. راجعه لكم النهارده بفيديو جديد. صباح الفل، صباح النشاط، صباح الطاقه الايجابيه. نهاركم ان شاء الله معطر بذكر الرحمن وبطاعه الرحمن. ورغم ان الروتين ده كان مسائي، بس حبيت ان انا اصبح عليكم بكل طاقه حب كده، علشان احنا هنا في القناه بنستمد الطاقه الايجابيه من بعض. وعايزه اقول لكم في البدايه كده، هقول لكم على حاجه صغنطوطه. انا عملت قناه جديده ان شاء الله، هنزل لكم اللينك بتاعها، وهنزل اول فيديو كده تعريفي بامر الله. عايزاكم بقى تشتركوا في القناه، لان في مشكله في القناه ديت، يعني ده اللي مخليني برضو ان في يعني قبل الفيديو اللي فات ده انا كنت موقفه فيديوهات لان في مشكله على القناه. فعشان كده ان شاء الله هعمل قناه جديده وهنزل لكم بقى عليها الروتين. فحبايب قلبي اللي مهتمين بالمحتوى، يا ريت لما انزل اللينك تدخلوا بقى تشتركوا في القناه الجديده ان شاء الله، وان شاء الله تكون فتحه خير علينا جميعا يا رب. ولعل وعسى ما يكونش في قناه جديده ولا حاجه، وبعد الفيديو ده القناه تظبط شويه والمشكله اللي عليها تتحل. فانا لحد دلوقتي مش عارفه همشي الدنيا ازاي، ولا عارفه انا هعمل ايه. هو اللي قدرت اعمله ان انا مش قادره استغنى عنكم معنى اصح، ولا عن ان انا انزل لكم فيديوهات كده، وان انا اسمع منكم دعوات جميله. فربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب، ويديمكم نعمه في حياتي. غير كده والله والله بدون مبالغه بستمد الطاقه الايجابيه منكم حرفيا. يعني احيانا بكون كسلانه كده واسمع دعوه واسمع كلمتين حلوين كده على القناه، والله في التعليقات والله العظيم لا انا هفتح الكاميرا دلوقتي واصور. فربنا يوسع علينا جميعا ويرزقنا جميعا، ودايما كده يديم ما بينا المودة والحب، ويجعل كده بيوتنا عمرانة بالستر والصحة وراحة البال، اللهم امين. يلا بينا ندخل على يومنا وروتيننا ونشوف يومنا بقى المسائي كده بعد الفطار كان عامل ازاي. احنا بعد الفطار ده بنبدأ يوم تاني. يلا بينا نشوف، نسمي الله ونصلي على رسولنا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. عايزه اقول لكم بقى بعد الفطار كده، اول ما بخلص فطار بقوم على طول، بصوا من غير كلام، حتى لو كسلانه بقوم من غير كلام اغسل المواعين، اصلي المغرب لو ما كنت صليت المغرب، وبعد كده بعمل كوبايه الشاي، اشرب بقى كوبايه الشاي كده، العشاء تأذن اصلي التراويح نعمل شاي تاني. ده بقى كان بعد التراويح. عايزه انجز حالي واخلص. بالنهار طبعا هيبقى صعب ان انا اذبح الفراخ وانضفها وبعد كده اعمل فطار. عايزه اقول لكم ساعه الفطار دي يعني اللي هو من بعد الظهر تقريبا اليوم بالنسبه لك بيكون انتهى. وانا بالنسبه لي عشان اعمل بالنهار هيبقى الموضوع بالنسبه لي صعب. يعني جوزي بيبقى موجود بعد الفطار، فممكن مثلا اللي هو هيمسك ماريا شويه. انتوا عارفين طبعا ان انا عندي بيبي 8 شهور، وطبعا ولادي برضو هيبقوا قاعدين وهادين شويه، غير بالنهار هبقى فاتحه في كذا اتجاه. فقررت ان انا اسخن الميه بقى واذبح الفراخ، وما شاء الله هم 8 فرخات تمام، بس فيهم واحده كشه خالص وجسمها مزرق، دي طبعا مش هعملها. يعني انا هذبح بس 7 فرخات بس. التانية دي لا، مش ما حسيتها ان هي تعبانه جامد. هي حتى كانت في بنوته الفيديو اللي فات بتقول لي حرصي عشان في فرخه تعبانه، هي كانت تعبانه من الاول. هما كده ما شاء الله اللهم بارك كان بقالهم 47 يوم، فحلوين قوي. يعني المفروض ان احنا بنذبح على 45. عايزه اقول لكم المره دي الفراخ ما شاء الله اللهم بارك، يعني رضتني وبزياده الحمد لله. تعالوا بقى نشوف النهارده، كده كده هنرجع للفراخ تاني وهنشوف بقى هنعمل ايه في الفراخ. جبت بقى سمان صغنطوط كده، السمان ده كده بقاله اسبوع ما شاء الله اللهم بارك. كنت جايبه قبل كده مره وفي تاني يوم الصبح مات، فما لحقتش اصلا اصور معاكم، فيعني الحمد لله. المره دي بقى جبته. عايزه اقول لكم ان السمان يعني اللي ربوه قبلي قالوا ان هو بيحتاج تدفئه عاليه، تمام، تدفئه عاليه قوي. وعايزه اقول لكم ان في خلاف طبعا على الكرتونه دي تاني، عشان انا جوزي دبنا خناقه عشان خاطر الكرتونه تاني الكرتونه. بس انا طبعا بعد اللمبه خالص، يعني بعد اللمبه تماما كل البعد، لحد بقى وصيت النجار ان شاء الله ان هو يعمل لي صندوق كبير، بحيث ان انا لو جبت حاجه صغيره زي كده اقدر احطها فيه. بس لسه والله ما عملهوش. برضو عايزه بعد ما بذبح الفراخ البيضه بجيب تاني دفعه ان شاء الله بقى اوريها لكم، نشوفها بقى مع بعض. فحتى المفروض ان انا كنت جبت الاسبوع ده، يعني كنت جبت الاسبوع اللي فات ده اللي هو يوم التلات. انا على طول بنجيب يوم التلات، الدكتوره بتنزل يوم التلات. المهم ان انا ما جبتش، قلت لا عشان اهيئ المكان واكون ذبحت اللي عندي وطهرت المكان بتاعهم وظبطت الدنيا، بدل ما اجيبهم واركنهم في حته وبعد كده يتعبوا مني ويجرى لهم حاجه. فانا مش عايزه بصراحه انقلهم، وفي نفس الوقت عايزه احطهم في مكانهم، يعني ما انقلهمش بقى بعد 15 يوم والكلام ده، لا ادفلهم مكانهم كده واظبطه لهم وبعدين احطهم فيه. هنا بقى فرشت لهم كده شويه نشاره، عشان النشاره اللي كانت تحتهم كده اتبهدلت شويه. عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، كبروا كده وطول فعلا ما هم دافيانين. يعني واحده قريبتي قالت لي عايزه تكسبي السمان ان انت تدفيه كويس زي الفراخ البيضه بالظبط.
قالت له ما بيختلفش عن الفراخ البيضه، بيبقى عايز تدفئه عاليه، وكمان حاولي ان انت تحطيه في مكان ملموم عشان ما يطيرش كده منك. هو مش هيطير قوي زي الحمام، بس ممكن يطير بقى وايه، تفضلي تجري بقى وراه. حطيت لهم هنا بقى الاكل، العلف بتاعهم، باكلهم علف بادي ناعم. وما شاء الله اللهم بارك. طبعا هنتابع بقى السمان كده مع بعض ان شاء الله. بيقولوا بعد يعني لو دفيتيه وحاولتي ان انت تكوني مهتميه بيه قوي، قبل شهر بيكون بايض ان شاء الله. بقى نشوف مع بعض. وحطيت لهم بقى السقايه كده وبس، بسيبهم في الكرتونه بقى كده زي ما هي، وربنا يستر. عارفين انتوا الكرتونه دي مقلقاني، انا كل شويه ببص رغم ان اللمبه بعيده، بس كل شويه ببص عليهم. غير كده كمان لما بطلع بره، يعني لما بطلع بره البيت بشيل اللمبه الحمراء دي وبحط لمبه بيضه، ما خلاص انا اللي هو اتلسعت بمعنى اصح، فمش هينفع. فبحط لهم اللمبه البيضه ديت، وبرده بتبقى الدنيا تمام، يعني ما بيبقوش سقعانين قوي. ولما برجع بحط لهم بقى اللمبه الحمراء بتدفيهم تاني. بس طبعا عايزه انقلهم في العشه فوق، بس هكون بقى حضرتها وجهزتها كده وعقمتها، وكمان دفتها لهم، حطيتهم بقى اللمبه فيها كده، وانقلهم زي ما انتوا عارفين. لما ننقل الطيور ننقلها في يوم كده الدنيا تكون شمس، في وقت اللي هو يكون وقت الظهريه كده، يبقى الدنيا دافيه، بحيث ان انت لما تنقليهم ما تنقلوش يعني من مكان بقى يكونوا دافيانين كده فياخدوا برد. وطبعا بنحط لهم مضاد حيوي عشان خاطر نقلهم من مكان لمكان كنقل مكان. ان شاء الله هنتابع مع بعض الحاجات دي كلها بامر الله لما ننقلهم. خدت بعضي بقى، وبعد ما حطيت كده للسمان الاكل طلعت بقى فوق السطح. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، الفراخ عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك، كلهم اوزانهم 3 كيلو، ومنهم 2 ما شاء الله كانوا 3 ونص. ودي بقى كشه لوحدها كده. طبعا حطيت لهم دواء كلهم في الميه، ما عملناش اي حاجه، وسبتها بعديهم بيوم برضو علشان تاكل عشان تتحرك. حاسه ان حالتها بتزداد سوء ومفيش اي نتيجه معاها. فبصراحه حسيت ان هي بتتعذب، ذبحتها ورميتها يعني. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم الفراخ يعني كانوا 7 فرخات كده ما شاء الله، كانت فيهم واحده بس 2 الا ربع، و2 منهم 3 كيلو ونص، الواحده 3 كيلو ونص. فالحمد لله ربنا رضاني فيهم يعني. وعايزه اقول لكم ان الجو كان ساقعه، مش عايزه اقول لكم يعني شغل بالليل ده رغم ان هو بيبقى بس بتنجزي، عشان كده انتوا عارفين بعد صلاة المغرب يعني بعد ما بنفطر كده بيبقى الليل معانا طويل، عشان طبعا احنا في توقيت شتوي، فالليل معاكي طويل تقدري تعملي فيه اي حاجة. النهار ده اي نعم يعني الليل للراحة، بس احيانا بتبقي عايزة شغلانة مش هتعرفي تخلصيها بالليل بتخلصيها بالنهار، شغلانة مش هتعرفي تخلصيها بالنهار فبتنجزيها بالليل. فانا بصراحة الموضوع بالنسبة لي ان انا كنت اذبح الفراخ وانضفها بالليل كان بالنسبة لي افضل بكتير قبل السحور. احنا كده اغلبنا بنسهر لحد السحور، نتسحر ونصلي الفجر ونقرا الورد القرآني، نقعد نتفرج على التلفزيون، ناكل حاجة حلوة، نعمل الحاجات دي كلها. فبالنسبة لنا الليل بقى بيعدي كده. فأنا بصراحة قررت ان انا اخلص نفسي بالليل بدل بالنهار بقى الوقت الضيق ده. وغير كده انتوا عارفين الناس اللي عندها فراخ ومربية حرفيا يوم ذبيح الفراخ ده بيبقى يوم اللي هو بصي لا عايزة بقى حد ينادي عليكي، ولا عايزه حد يقول لك اعملي اكل ولا اعملي شرب، ما تعمليش فيه اي حاجه خالص، خصوصا ان انت لوحدك وانا لوحدي. فاهمني؟ دي بقى اللي كانت 2 كيلو الا ربع كده، لا كانت دي 2 كيلو 2 كيلو، وكانت في واحده 2 الا ربع، والباقي كله كان 3 و3 ونص. فلوحدك بقى، لكن لو معاكي حد بيساعدك هتنجزي بسرعه، يعني ممكن بقى هتنضفوا بسرعه مع بعض فاهميني؟ فالموضوع بيبقى فعلا شاق جدا. وبجد والله ما في اي حاجه بتيجي بالسهل، ما فيش اي حاجه بتيجي بالسهل، بس حرفيا لما بتلاقي نفسك بتيجي تاكلي تشوي الفراخ تلاقيها طعمها تحفه، تيجي تسلقي الفراخ تلاقي شوربتها حلوه غير اللي بتشتريها من بره تماما. بجد والله يا بنات بدون مبالغه، اللي بيجرب الفراخ البيضه في البيت يستحيل ياكل فراخ بره بيضه من بره خالص، لا بيبقى كره الفراخ البيضه من بره. زي الفسيخ، عايزه اقول لكم ان انا عملت فسيخ، هنزل لكم طريقته عشان تلحقوا تعملوه. عايزه اقول لكم الفسيخ انا كرهته تماما من بره، ما بقتش باكل غير من السنه للسنه اللي انا بعمله في البيت. خلاص حتى جوزي قال لي لا انا كرهت فسيخ بره خالص، يعني لدرجه ان هو بقى بيشوفه كده وهو بيشتري مثلا رنجه عند الناس بتوع الفسخانيه والحاجات دي، لا قال لي انا خلاص انا كرهته من بره تماما. ففي حاجات لما بتعمليها في البيت بتكون انضف وافضل بكتير من بره. هنا بقى بعد ما غسلتهم كده ونضفتهم وظبطتهم وريشتهم، بجيب بقى قماشه عندي كده وبديهم تنشيفه حلوه. التنشيفه الحلوه ديت عشان خاطر هبدا اشيطهم. عايزه اقول لكم ان انا في حركات كتير متعلماها من ماما، ربنا يديها الصحه يا رب وطولة العمر.
وكانت عامله فوطه كده للطيور وتغسلها وتعقمها بالكلور وتغسلها وتطبقها وتحطها في دولاب المطبخ. تيجي لما تعمل طيور كده عشان خاطر لما تشيط الطيور على النار ما تبقاش بتنزل ميه، وتشييطها يكون اسرع واسهل. فلازم تنشفي الفرخه الاول قبل ما تشيطيها. حتى لو ما عندكيش قماشه كده تقدري تنشفي بالمناديل، بس الافضل ان انت يكون عندك قماشه قطن او فوطه قطن كده تقدري تنشفي بيها. هنا طبعا الرخامه بتاعتنا على طول بننضف عليها كده، بس الحمد لله بعد ما بننضف عليها كده بنمسكها بقى بالكلور ونعقمها بتروح زي الفل معانا. عايزه افكركم كده في نص الفيديو ما تنسوش تدعوا لاخواتنا اللي محتاجه ربنا يرزقها بالذريه الصالحه. بشوف ناس كاتبه تعليقات عندي تحت الفيديوهات، ربنا يرزقكم بالذريه الصالحه عاجلا غير اجل يا رب اللهم امين، وما يحرمش حد منهم يا رب اللهم امين. بجد والله يا بنات بفرح جدا، وانتوا بحس ان انتوا اللي هو في التعليقات كده اي حد بيسأل على اي حاجه، اي حد بيبقى محتاج دعوه، فربنا يديم ما بينكم الود يا رب. هنا بقى بشيط كده الفراخ زي ما انتوا شايفين. هقول لكم شلت بقى العين كده بتاعه البوتاجاز علشان النار تبقى اعلى معايا وتنجز اكتر، يعني عشان اخلص بسرعه. بصراحه اللي هو ايه بعد ما ريشت الفراخ كده حسيت حرفيا ان انا تعبت. طبعا طول النهار برضو احنا بنحضر في فطار وبنروق البيت، فان احنا نشتغل برضو تاني بعد الفطار ده بالنسبه لنا ان احنا بدأنا يوم تاني، فبرضو اليوم كان مرهق جدا بالنسبه لي. بس والله العظيم بفضل اقول ربنا يديمها عليا نعمه ان انا افضل اشتغل كده لاخر يوم في عمري. بجد الصحه يعني ان انت تقدري تعملي كل حاجه لنفسك كده، تربي طيور، تروقي بيتك، تعملي كل حاجه بنفسك، بجد دي نعمه كبيره قوي. ان انت ما تبقيش معتمده على حد. اصل ان انت اعتمادك على حد ده لو الحد ده ما بقاش موجود في حياتك انت هتتوهي وتلوصي ومش هتبقي عارفه تروحي ولا تيجي. دي مشكله كبيره قوي بتواجه ناس كتير، يعني في بنات كده ربنا يا رب يديهم الصحه ويقويهم، بيبقوا مثلا معتمدين على مامتهم مثلا في اللي هو ايه ممكن بتعمل لها المحشي، فلا قدر الله يعني مامتها يتوفاها الله، ربنا يبارك في امهاتنا جميعا، فتحتاس ما تبقاش بقى عارفه تعمل وتبقى معتمده على مامتها، مش عارفه بتفرز لها ايه بتعمل لها ايه. في ناس كتير كده معتمدين على امهاتهم، يعني اللي هو بتعمل لها كل حاجه، فهي دوب مثلا ممكن تطلع تعمل الاكل، ورغم ان هي ممكن تكون شاطره بس هي معتمده عليها في حته التفريز بحته المحشي الحاجات ديت. فتلاقي بعد كده بقى يعني ما شاء الله ولادها كبار قوي وهي لسه بقى هتتعلم، فاهميني؟ فبجد ان انت تبقي بتعملي كل حاجه ومعتمده على نفسك دي على فكره دي نعمه كبيره ودي مش حاجه وحشه. اي نعم، يعني اللي هو تقولي انا والبيت والشغل البيت ومعتمدين عليا في كل حاجه وعشان عارفين ان انا بعمل، ده طبعا حاجه تحسب لك، وكل حاجه بنعملها طبعا بناخد عليها اجر وثواب، وربنا يجعل كل تعبنا ده في ميزان حسناتنا. غير طبعا ان احنا في الفتره ديت نقف بقى في المطبخ نعمل فطار، ده طبعا بناخد عليه اجر افطار صائم. شوفي بقى انت بيتك فيه كام واحد صايم بنؤجر عليه، الحمد لله فضل ونعم من عند ربنا، والحمد لله على نعمه الاسلام اللهم امين. يعني عارفين انا من يومين كده طلعت فوق السطح كنت بلم الغسيل وقت يعني ايه المغرب بتاع القاهره كان بيأذن، وانا كنت حضرت الاكل خلاص بس الغسيل كان عايز يتلم، فالوقت كان ضيق بالنسبه لي فقلت اخلص الفطار الاول. عارفين الوقت اللي هو بجد حرفيا البلد كلها سكون، البيوت كلها ما شاء الله يعني كله بقى مقفل على نفسه كده وقت افطار، كلنا كده في نفس الوقت، البيوت يعني اللي هو فيها هدوء وسكينه. يا بجد لا الموضوع حلو جدا. حتى لو انت عندك بقى بلكونه وقفتي كده تلاقي الشوارع فاضيه، اللي طالع بقى من صلاه المغرب عشان يروح بقى يفطر مع اولاده، بجد ربنا يديمها علينا نعمه ويديم علينا الايام الجميله كلها يا رب، ويجعل ايامنا كلها اعياد كده ينصر المسلمين ويعز الاسلام يا رب. هنا بقى بعد ما شيطت الفراخ غسلتها تاني وفتحتها، طبعا طلعت الاحشاء بتاعتها. عايزه اقول لكم طبعا في حتت كده انا مش بجيبها عشان طبعا الدم يعني القناه مش ناقصه، طبعا بيجي عليها محتوى غير لائق او طبعا بيجي لي عليها مخالفه، فطبعا انا قطعت كده بقى الفراخ، وبعد ما قطعتهم غسلتهم كويس قوي. بعد ما غسلتهم نقعتهم بقى في البوله الكبيره ديت، وزي ما انتوا عارفين ميه النقع بتاعتي ما بتتغيرش، وميه النقع دي قادره بقى تنزل لك كل الزفاره دي بقى الكبده بتاعتهم كده، قادره بقى ميه النقع دي تنزل اي زفاره موجوده في الفراخ. غير كده كمان ان هي بتخلي ريحه الفراخ تحفه، لو في بقى اي حاجه دم متعلق في الفراخ كده، رغم ان انا غسلها كويس قوي هتشوفوا الميه دلوقتي ما فيهاش اي يعني مش متعكره بمعنى اصح، يا دوب بس اللي معكرها ان انا حطيت لها شويه جنزبيل وفلفل اسود، وطبعا بحط ملح وليمون، وبقطع البصلايه دي بتخلي الفراخ في حته تانية.
ريحتها بتكون جميله، تسحب اي زفاره. الجنزبيل برضو بيسحب الزفاره، الفلفل الاسود. عندك برضو قرن شطه اخضر كده ممكن تقطعيه في ميه النقع. بصي كل الحاجات دي بتسحب الزفاره من الفراخ وبتخليها ريحتها تحفه. والبصل كمان بيحسسك ان كانك انتي متبله الفراخ، يعني حتى انتي لو ما تبلتهاش لما بتطلعيها من الفريزر كده بتلاقي ريحه الفراخ حلوه جدا. لو حابه تشطفيها مفيش مشكله، اشطفيها تحت الميه، وتقدري كمان ما تشطفهاش بعد ما تطلعيها من الفريزر كده تحطيها في مصفى تصفي. طبعا هتبقى متجمده فطبعا هتنزل ميه، تحطيها في مصفى كده تصفي الميه بتاعتها، تعصري عليها نص ليمونه، وتبداي بقى لو هتشويها تتبليها، لو هتحطيها في الحله تسلقيها، وبس كده بتكون ما شاء الله. وفي ناس على فكره ممكن تخلي الفرخه على بعضها فتنقعها ساعه ساعتين ثلاثه، تقولك ميه النقع دي بتخلي الفراخ كانها متبله وطعمها حلو. ميه النقع دي انت ممكن تقعديها من ربع ساعه لنص ساعه. عايزه تقعدي ساعه مثلا لو وراكي حاجه بتخلصيها مفيش مشكله. هنا بعد ما نقعت بقى الفراخ كان بالنسبه لي ده اسعد وقت بقى، الحمد لله خلصت. ما فيش مواعين الحمد لله. طبعا كنت مورياكم المطبخ ان انا كنت منضفاه، غسلت مواعين الفطار قبل ما اقعد اعمل الفراخ، لان طبعا بعد ما اخلص الفراخ مش عايزه بقى كركبه مواعين. غير كده المواعين بتعطلك عن اي حاجه، غير كده ان انت شغاله في فراخ ودم وزفاره، فانت مش عايزه مواعينك طبعا تتزفر والكلام ده كله، فتغسلي مواعينك وتخلصي كل حاجتك. بصوا ميه النقع شكلها عامل ازاي، يا دوب بس ممكن يكون اللي معكرها الجنزبيل وشويه الفلفل الاسود. لو عندك برضو شويه قرنفل مطحونين رشيهم رشه صغيره كده، او ممكن تحطي مسمارين كده عادي مفيش مشكله برضو. عايزه اقول لكم بقى ان انا ما غيبتهاش في ميه النقع، انا بالنسبه لي كانت تلت ساعه بالظبط، تلت ساعه، ومسكتها بقى حطيتها كده في المصافي عشان خاطر اكيسها بقى واحطها في الفريزر. قبل ما بحطها في الفريزر كده في اكياس مباشر، او لو احطها حتى في علب في اطباق فل والكلام ده كله، لازم بصفيها من الميه بتاعتها. قوم بقى حتى لو اكياس وحطيتها في اكياس ما تبقاش فيها ميه، ما تبهدلش مثلا لو حاجه محطوطه تانية في الفريزر ما تبهدلهاش. غير كده كمان انا بحط درج خاص بالطيور، يعني الدرج ده فيه طيور بس، الدرج ده فيه خضار، الدرج ده فيه مثلا فاكهه، حاجات كده. هنا بقى ببدأ كده اقسم واوزع الحاجات دي كلها، والاجنحه بسيبها مع نفسها كده. اعملها بقى في صينيه بطاطس. عايزه اقول لكم بصراحه انا من عشاق صينيه الاجنحه بالبطاطس، بتبقى جميله مع رغيفين بقى شامي طريين كده من اللي احنا بنعملهم. والفراخ المشويه حرفيا والله يا بنات باللي انت بتربيها في البيت بتكون اطعم والذ بكتير من اللي انت بتشتريها من بره. حتى طعم الفراخ، حتى ريحه الفراخ، يعني حتى لو انت بتعملي محلول النقع ده في الفراخ اللي انت بتشتريها من بره بيكون كويس شويه، بس ما بيكونش زي الفراخ اللي احنا بنربيها في البيت. وعايزه اقول لكم ما شاء الله الصدر كبير كده وحلو. وانا طبعا بحاول ان انا في كل كيسه كده ازود قطعه فراخ، بحيث ان ممكن ضيف يجيلي، حد يجيلي، او لو اتبقى قطعه لتاني يوم مفيش مشكله. يعني ممكن تاني يوم ما اقدرش اعمل اكل ولا اي حاجه، فممكن انا وباباهم اكل اي حاجه والولاد بقى يتغدوا بيها. هنا بقى هكيسهم كده واحطهم في الفريزر. يا بقول لكم اسعد، كان ده اسعد بقى توقيت في حياتي، اللي هو غيرت بقى هدومي بعد يوم شاق، خلصت كده والحمد لله. كنت على فكره كنت برضو اللي هو كل يوم عايزه اذبح عشان اخلص من الفراخ اللي عندي وابدا اجيب دفعه جديده. غير كده غيرت لهم. طبعا انا باكل 35 يوم بالظبط علف خالص، اللي هو 20 يوم في الاول علف بادي ناعم، وبعد كده بعد 20 يوم لحد 35 يوم علف خشن، وبعد كده بقى 15 ل 10 ايام التانيين لحد 45 يوم، او ممكن اقفل ال 50 يوم في الحقيقه. يعني الفراخ بتكون ما شاء الله يعني اوزان بقى بتوزن معاكي حلو، لان 5 ايام او 4 ايام ممكن يفرقوا. ممكن الفرخه تكون 3 الا ربع توصل معاكي ل3 هيفرق معاكي. غير كده ما شاء الله الفراخ اللي هي بتبقى احجامها حلوه دي وكبيره بتعرفي تقطعي منها بانيه، ستريبسات، تعرفي تعملي منها حاجات دي. بس انا في الفراخ ديت طبعا عشان رمضان ما عملتش منها. انا عندي بانيه في الحقيقه من دفعه الفراخ اللي فاتت، وعندي برضو اللي هي قطع عاملاها للشيش طاووق، وكمان قطع شاورما. فما عملتش من الفراخ دي، خليتها بس تقطيع كده عشان مثلا لو حد بقى هيجي يفطر معايا عندي يعني، فيبقى عندي فراخ اقدر اشوي، اقدر بقى نعمل شوربه، الحاجات دي كلها. لان انتوا عارفين رمضان في الصيف في الحقيقه مختلف عن الشتاء تماما في الاكل. طبعا في الصيف كنا بنشرب عصاير، من كتر شرب العصاير كان بيجي لنا هبوط. هو في الشتاء اي نعم في الشتاء بقى بنريح بعد الاكل، اللي هو ايه بنعرف ناكل، ما بنشربش عصاير كتير، هو التمر وكان نوع عصير ولا حاجه. لكن في الصيف كنا بنبقى حرفيا ما بناكلش، متبهدلين، اللي هو وقت الفطار
نشرب ميه كتير وعصاير كتير، نجوع بقى على الساعه 1 كده ولا 12 بالليل نلاقي نفسنا جوعنا ناكل، اللي هو ايه يبقى افطار وسحور مع بعض. لكن بصراحه في الشتاء لا بنعرف ناكل، يعني بنعرف نقعد كده وناكل كويس على الفطور. حتى الاكل بتعملي اي اكل بيتاكل، حتى لو هتعملي خضار. في الصيف طبعا بيبقى الموضوع صعب شويه. هنا طبعا بعد ما كيست الفراخ كده وحطيتها في الفريزر، قمت بقى مسكت كده شويه كلور زي ما انتم شايفين كده. الجيركن ده بحب املاه كلور كده، بصراحه بعقم بيه الرخامه. بصوا انا بستعين بالكلور في كل حاجه، الحمامات بقى، تطهير الحمامات وغسل الحيطان والحاجات دي كلها، والرخامه بتاعه المطبخ بصراحه بتخليها لي زي الفل. وطبعا يعني معقم قوي قوي. طبعا البلانش اللي احنا قطعنا عليها برضو الفراخ بحطها برضو، سواء قطعت عليها لحمه او اي حاجه لازم برضو بعقمها بالكلور قبل ما برجعها مكانها تاني، تروح معايا بيضه زي الفل. طبعا مكان السكينه ما هي بيتقطع، السكينه بتعلم بتعمل يعني خط كده، فبتعمل عمق شويه، فممكن العمق ده يلم حاجات مش كويسه. فطبعا لما بحط الكلور عليها بتعقمها تخليها زي الفل. مسحت الرخامه بتاعتي كده وعقمتها ورجعت كل حاجه زي ما كانت، وكاننا ما عملناش اي حاجه على الرخامه. طبعا دلوقتي بقى اللي هو نسكت، لا ما نسكتش. عندي طبعا قطايف جوزي جابها فمش هينفع ان هي تستنى، فانا كنت مكسله ان انا اعملها اللي هو ايه قبل الفراخ، فصعب ان احنا ندخلها التلاجة ونعملها تاني يوم. انتوا عارفين القطايف لو ما عملتهاش على طول ما بتقفلش معاكي، تيجي تقفلي فيها ما بتقفلش. فطبعا انا الحشو بتاعي بحشيها سوداني، وطبعا باخد اللي هو الدي بتاع السميد ده، ببقى شارياه سايب كده، سميد البسبوسه يعني، وجوز الهند، وبحط طبعا كام معلقه سكر كده وزبيب. السوداني انا ما بحبش اجيب السوداني اللي هو يعني جاهز من عند الحلوانيه، تمام، لانه ما بيكونش حلو خالص، ما فضلهوش خالص. يعني نصيحه مني ما حدش يعني يتعامل في السوداني ده. هي مره واحده جبته في حياتي وما كانش حلو خالص، وتحسوا ان هو ايه بايظ كده، في حتت كتير بايظه، تحسوه طعمه مخزز. لا فانا بفضل ان انا اشتري من المحمصه سوداني، وبضربه كده في الكبه ضربه يا دوب اجرشه بس، وبعد كده بقى بضيفه للقطايف بتاعتي او اي حاجه بعملها. وبرده لو بسبوسه بحط على وشها شويه مكسرات، شويه سوداني برده بجرشهم في البيت، بيكون افضل بكتير. في حاجات زي ما قلت لكم لما بتعمليها في البيت بتكون انضف بكتير من ان انتي تعمليها من بره. بس. وطبعا بحكم ان الزبيب كبير، فانا حطيت الزبيب لوحده كده، وكل واحده قطايف بحط 2 قطعتين زبيب معاهم. بس كده حشيت بقى القطايف كلها كده ما شاء الله اللهم بارك، بحطها في اكياس كده، وباخد منها وقت التحمير، يعني الكميه اللي انا عايزه احمرها بعملها بس. وبرش بقى عليها شويه جوز الهند كده، بتكون طعمها تحفه. والشربات بتاع القطايف ما بيكونش لا تقيل ولا خفيف، بيكون اللي هو وسط. تقدري القطايف كده تقفليها نص قفله وتحشيها بقى كريم شانتيه، تقدري تحطي فيها نوتيلا، اي حشو انتي بتحبيه. ممكن تحطي كاستر، ممكن تحطي قشطه كدابه، وترشي بقى شويه سوداني، ايا كان انتي بتحبي تعمليها بالطريقه ايه اعمليها. وطبعا لما بنعمل القطايف بالنوتيلا او الكريمه والحاجات ديت بنقفلها نص قفله ونحمرها، وبعد كده بنزينها بقى بالطريقه اللي احنا عايزينها بس. والحمد لله كان يومي خلص على كده، وبجد والله رغم ان هو كان يوم شق بس الحمد لله كان منجز وخلصت فيه يعني بانجاز وفي وقت قياسي. وغير كده كمان يعني كان الليل كمان معايا طويل، يعني تقريبا انا خلصت الساعه 11 ونص كده 12، يعني يعني انجزت الحمد لله. وقلت بقى ايه اقعد كده كافئ نفسي، مش معنى ان احنا في رمضان لا ما كافئش نفسي، لا لازم انا كافئ نفسي. قلت بقى ايه اجيب بقى حاجه حلوه من اللي انا عاملاها كده في التلاجة ونقعد ناكلها، ونجيب بقى كوبايه التمر. بتكيف بقى ايه كوبايه تمر كده في اخر الليل، بحب دايما اخد كوبايه اللي هي البلول دي، يعني اللي هو بالليل في السهره كده وبس. والحمد لله. وهنا كنت عامله بقى جيلي على كاستر كده، ميكس طعمه رهيب يا بنات، حلو جدا، ومقطعه عليه موز وفراوله. والحمد لله ربنا يديمها عليا نعمه. لحد هنا كون وصلت لنهايه الفيديو، وما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناه الجديده. يا رب دايما اكون خفيفه على قلوبكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، واشوفكم على خير في رعايه الله.